هل كل المشاعر مقبولة؟ حتى السلبية؟ يعني الغضب، الخوف، القلق، الغيرة، هل دي حاجات مقبول إن ولادنا يحسوا بيها؟ تفتكروا إيه؟ كمل الفيديو وإحنا هنشرح النقطة دي. أم حكت لي مرة إن ابنها بيغير من أخوه الصغير، وأنا قاعدة قدامها قلت لها تمام كملي. الأم استغربت من رد فعلي، كانت فاكرة إن الغيرة في حد ذاتها حاجة سلبية. إزاي ابني يغير؟ كانت عايزاني أعلمها إزاي أعلم ابنها إنه ما يغيرش من أخوه. الحقيقة الغيرة في حد ذاتها وإن كان شعور سلبي هي شعور طبيعي جدا، زيها زي أي شعور ربنا خلقه علشان يحمي الإنسان. إيه ده؟ يعني هسيب ابني يغير من أخوه؟ يغير من زميله في المدرسة؟ يخاف أو يغضب أو يحس بأي حاجة من الحاجات السلبية دي؟ الإجابة هي أسيبه، لأن دي مسألة طبيعية. الغيرة والخوف والغضب والقلق والتوتر وكل مشاعر السلبية مشاعر حقيقية ربنا خلقها لهدف، خلقها لقيمة التفريغ، مهمة جدا لسلامنا النفسي ونفسيتنا السوية. يعني إيه؟ يعني الحاجات السلبية دي ما منعهاش في ابني، ما علموش إنه ما يغيرش، ما يغضبش، ما يخافش؟ لا طبعا، مهم جدا إن يحصل غيرة أو غضب أو خوف أو قلق أو توتر، ودي مسألة تعبر عن ابني ده سوي نفسيا. إيه ده إزاي؟ تعالى أقولك. الغيرة في حد ذاتها مش مشكلة، المشكلة هي التصرفات اللي مبنية على الغيرة. الغيرة بتخلي الناس تتصرف أحسن عشان تحسن من سلوكها. يعني مثلا ابني أخوه جاب نتيجة أحسن منه في الامتحان، فهو غيران منه، عايز هو كمان يذاكر عشان يجيب درجة حلوة زي أخوه. ده تصرف إيجابي مفيهوش أي حاجة، الغيرة هنا مش مضرة. طيب ابني لما جاب أخوه درجة أحسن منه في الامتحان راح قطع الكتب بتاعت أخوه علشان ما يجيبش درجة حلوة تانية، ده كده السلوك هو اللي سلبي مش الغيرة. ابني كان خايف، الخوف في حد ذاته مفهوش حاجة، لكن الخوف ده خلى ابني يروح يضرب أخوه الصغير. احنا كده مشكلتنا مع السلوك التاني مش مع الخوف. كل المشاعر حتى السلبي مقبول وبيدل على حياة نفسية سوية لأولادنا. طب مطلوب أعمل إيه؟ لما ابنك يتعرض لأي شعور سلبي مطلوب منك إنك تهدى وما تخافش منه. النقطة التانية، اعمل إقرار للمشاعر، يعني أكد عليها، قول له أنا حاسس بيك، لو مكانك ممكن أحس بكده، أنت عندك حق في إحساسك ده، أنا معاك حاسس بيك، قول لي أنت حاسس بإيه، أنا سامعك، أعمل إيه يساعدك في الشعور ده. كل دي طرق هدفها إن الطفل يحترم مشاعره ويكرهها ويتعامل معاها بأسلوب إيجابي ومحترم، وبالطريقة دي تعمل نفسية سوية قوية قادرة تتفاعل مع المشاعر اللي ربنا خلقها. لو حصل معاك قبل كده إنك تجاهلت أو تصرفت مع مشاعر ابنك السلبية بطريقة غلط، احكي لي في الكومنتات إيه اللي حصل. ولو حابين تدخلوا مجال تعديل السلوك جهزت لكم كورس مجاني هتتعلموا فيه أساسيات تعديل السلوك، وهتلاقي اللينك في الكومنتات.